لقيت قدامي ارقام مرعبه، عدد الزوار، كل واحد دخل الساعه كام، من انهي دوله، من انهي مدينه، نوع الموبايل ايه، نظام التشغيل ايه. تخيل معايا قاعده بيانات ضغط، شاشات مليانه ارقام، ديارات العمليات في الثانيه، كل ضغطه زر متسجله، كل دخول موقع متسجل، كل كلمه مكتوبه متسجله. واحد دخل مثلا في الساعه 3 و5 دقائق من الصبح من موبايل اندرويد من منطقه معينه، قعد 4 دقائق و12 ثانيه، خرج السيستم عارف. واحد كتب تعليق، واحد حذف فيديو، واحد ضغط لايك، السيستم عارف. دلوقتي كبر الصوره شويه، مش موقع، مش تطبيق، كوكب، مليارات البشر، مليارات القرارات، مليارات الافكار. واحد قال كلمه في اوضه مقفوله، واحد نوى يعمل خير ولسه ما عملوش، واحد فكر يعمل ذنب ورجع فيه في اخر لحظه، كله متسجل. لو سيستم بشري قدر يسجل حركه ملايين، ازاي تستغرب ان خالق البشر عنده علم كامل؟ انا نادر، والنهارده هنكلمك ازاي عرفت قد ايه ربنا عظيم وانا قاعد على النت. ناس كتير كانت دايما بتسال ازاي ربنا عارف كل حاجه بالتفاصيل دي، يعني ازاي عارف كل كلمه اتقالت، كل نظره، كل فكره عدت على قلبك، كل نيه، مليارات البشر، غير الحيوانات، غير الطيور، غير الحشرات، غير النباتات، وازاي كل ده تحت علم واحد؟ العقل البشري يستغرب لانه بيقيس قدره ربنا على قدرته هو. في يوم كنت قاعد براجع احصائيات موقع، فتحت لوحة تحكم، لقيت قدامي ارقام مرعبه، عدد الزوار، كل واحد دخل الساعه كام، من انهي دوله، من انهي مدينه، نوع الموبايل ايه، نظام التشغيل ايه، قعد قد ايه، دخل على انهي صفحه، كتب ايه في البحث، تفاصيل دقيقه جدا. واحد دخل كتب كلمه غلط ممكن تحذر القناه، واحد ضغط على حاجه معينه بتتسجل. قعدت ابص للارقام وقلت لنفسي ده شغل بشر. ملايين المواقع، ملايين القنوات، ملايين المستخدمين، كل ده بيتسجل. لو ده علم الانسان المحدود اللي مخه بيتعب والسيرفرات بتقع والانظمه بتغلط، امال علم ربنا قد ايه؟ ربنا اللي خلق العقل ده وخلق التكنولوجيا دي وخلق فكره التسجيل في الاساس، احنا بس بنستخدم قوانين هو حاططها. الموقع يعرف انك دخلت الساعه كذا بس ما يعرفش نيتك، يعرف انك كتبت كلمه بس ما يعرفش انت كتبتها ليه، يعرف انك ضغطت على زر معين بس ما يعرفش قلبك كان عامل ازاي. ربنا بقى يعلم السر واخفى، مش بس الفعل، النيه، مش بس الكلمه، الاصل، مش بس الحركه، لا اللي وراها. في فرق كبير جدا بين كاميرا وبين علم الهي مطلق. احنا مستغربين ان ربنا عارف كل حاجه، وفي نفس الوقت مش مستغربين ان تطبيق على الموبايل عارف انت كنت فين امبارح، مش مستغربين ان اعلان بيطلع لك عن حاجات كنت بتفكر فيها لسه. طيب اذا كانت خوارزميه معموله بدماغ بشر قادره تجمع البيانات بالشكل ده، يبقى ازاي تستغرب ان خالق البشر عنده علم كامل؟ المشكله اننا بنقيس المطلق على المحدود. السؤال المهم، ربنا سبحانه وتعالى عارف كل حاجه، هل ده بيخوف؟ لو قعدت بتعاند، بس يطمن جدا لو انت بتحاول، لان مفيش تعب بيضيع، مفيش دمعه بتنزل ومش محسوبه، مفيش نيه خير راحت في الهواء، مفيش ظلم اتنسى، كل حاجه متسجله. بس الفرق ان تسجيل ربنا عدل مطلق، مفيهوش ظلم، مفيهوش خطا تقني، مفيهوش سيستم بيقع. لما تفهم ان ربنا شايفك، مش هتعمل الصح علشان الناس، هتعمله عشان ربنا شايف. مش هتستخبى في الضلمه لان مفيش ضلمه عند ربنا، وهتحس براحه غريبه جدا انك مش تايه ولا مهمل ولا حياتك ماشيه عبث، كل حاجه بعلم، وكل ده وانت لسه شايف جزء بسيط جدا من قدرته. خليني اخدك في حته اعمق شويه. اللي الموقع بيجمعه اسمه بيانات، داتا، رقم، توقيت، جهاز، موقع جغرافي، دي معلومات عن حركه. لكن علم ربنا مش بيانات، علم ربنا علم محيط. يعني ايه محيط؟ يعني مش بس عارف انت عملت ليه، لكن عارف كنت ليه بتعمل كده، ولو الظروف اتغيرت كنت هتعمل ايه، ولو حد قال لك كلمه معينه كان قرارك هيبقى ايه، ولو اتعرض عليك اختيار تاني كنت هتمشي فين. الموقع يعرف الماضي، ربنا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل في لحظه. احنا محتاجين وقت عشان نسجل، ربنا علم مش محتاج وقت. احنا بنستقبل المعلومه بعد ما تحصل، ربنا سبحانه وتعالى علمه سابق الحدث، وده فرق مرعب في العظمه. السيرفر لو عليه ضغط بيقع، لو حصل عطل البيانات تضيع، لو حد اخترقه يتلعب بيه. لكن كون بقاله الاف السنين شغال من غير ما يقع سيستم، مليارات الكواكب، مليارات المجرات، نظام دقيق جدا، مش بس بيدير افعال البشر، ده بيدير حركه الذرات. انت متخيل؟ اللي عارف انك فتحت فيديو الساعه كذا هو نفسه اللي منظم حركه قلبك في نفس الوقت. احنا عشان نعرف محتاجين كاميرات، مستشعرات، سيرفرات، ذكاء اصطناعي، خوارزميات. ربنا علمه مش محتاج ادوات، مش محتاج يجمع، مش محتاج يحل، مش محتاج يحسب. علمه ذاتي، يعني جزء من كماله، مش مكتسب، مش متطور، مش بيتحدث، كامل من الازل. المواقع تعرف عنك معلومات لكن مش مهتمه بيك، ربنا بيعرف عنك كل حاجه، مهتم بيك. في فرق بين مراقبه بارده وعلم مليان رحمه. هو عارف ضعفك، عارف صراعاتك، عارف انك ساعات بتغلط عشان تعبان، وعارف انك ساعات بتعافر عشان تبقى احسن، مش مجرد رقم في قاعده بيانات. انت
حد عنده قصه كامله. لما تبقى عارف ان ربنا يعرف عنك كل حاجه مش هتعيش دور، مش هتمثل، مش هتخاف ان حد ما يقدركش، لان اللي خلقك فاهمك، عارف نيتك حتى لو الناس ظلمتك، وعارف محاولاتك حتى لو الناس شايفه فشل. ده مستوى امان مفيش تقنيه في الدنيا تقدر تديهولك. وانا قاعد قدام شاشه بتفرج على الارقام فهمت قد ايه الانسان مهما وصل لسه محدود، وفهمت ان السؤال مش ازاي ربنا عارف كل حاجه، السؤال الحقيقي هو ازاي انا مستغرب لو البشر قدروا يعملوا شبكه تربط مليارات الناس، امال خالق البشر قدرته توصل لفين؟ الفكره مش ان ربنا شايفك وبس، الفكره انه شايفك وبيصبر عليك وبيمهلك وبيتستر عليك، وكل ده بعلم كامل. دي مش مراقبه، دي رعايه. لو عمرك استغربت ازاي ربنا عارف كل حاجه واكتشفت النهارده ان السؤال ده كان محتاج يتعاد صياغته، اكتب في الكومنت سبحان الله. انا نادر واشوفك الفيديو الجاي. رمضان كريم.